الفيديو بتاعنا النهارده عن ايه؟ ثانية واحدة. اه الفيديو بتاعنا النهارده عن النسيان وازاي تتخلص منه وازاي تعالجه. هو هل اصلا في اسباب معينه ممكن تسبب النسيان؟ يعني في امراض معينه ممكن تسبب كده، ولا هو مجرد تشتيت وبس والحكايه هتعدي؟ وهو النسيان اصلا في اكلات معينه او فيتامينات معينه ممكن تعالجه وممكن تخليك تتخلص من النسيان ده بشكل سريع. فعشان كده النهارده هنتكلم عن الموضوع ده ونعرف كل حاجه بالتفصيل. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النسيان المتكرر ولكن واحد عنده زهايمر ده داخل مع كل الناس باي اعمار سواء صغير وكبير، مش عادق سن معين. وغير كده بيكون ليه اسباب كتير جدا. يعني من اهم اسبابه مثلا الانيميا معناها ان في نقص في كميه الحديد، والنقص الحديد ده بيكون بيسبب نقص في الهيموجلوبين او كمان نقص في كميه لترات الدم ذات نفسها باي سبب من الاسباب، سواء نزيف او سبب سوء تغذيه او باي سبب تاني. وبيكون الانيميا دي منتشره اكتر في الاطفال والعيال الصغيره وكمان الستات. وبتكون من اعراض الانيميا غير النسيان بيكون في شحوب في الجلد وكمان تكسير الاظافر وكمان الصداع، دي كلها بتكون من اعراض الانيميا. ثاني سبب للنسيان وهو الغده. مشاكل الغده الدرقيه ده بيسبب القلق والتوتر وكمان النسيان، والقلق والتوتر في حد ذاتهم ممكن يودونا في الاخر للنسيان. فعشان تتاكد ان كنت بتعاني من الغده الدرقيه ولا لا، بتعمل تحاليل لوظائف الغده وبتشوف لو مستوى هرموناتها مظبوط يبقى هي مش السبب، لو مستوى الهرمونات فيه اضطراب يبقى هي السبب. ثالث سبب القلق والتوتر. اي شيء بيخلي ان في صعوبه انك تركز او انك تذاكر معلومه معينه او انك تركز عامه عشان تستخرج المعلومه دي بعد ما انت ذاكرتها، ده بيأثر على الذاكره، وبالتالي انت بتنسى اللي انت عايز تقوله او انت اللي عايز تحفظه او اي شيء، فبالتالي انت دخلت في مشكله النسيان، يعني اثرت على الذاكره معاك. والقلق والتوتر اساتذه في الموضوع ده. عشان كده مثلا بتلاقي ان الناس وقت الامتحانات، خاصه البنات دي بنشوفها كتير جدا، بتخش الامتحان بتكون مذاكرين كويس ما بتعرفش تحل وما بتجيبش المجموع اللي هي كانت عايزاه، او اي حد غيرها برضه يخش الامتحان ما بيعرفش يجيب المجموع كويس لانه قلقان ومتوتر ومش عارف يركز ويستخرج المعلومه اللي هو ذاكرها. انت بتكون مذاكر وكل شيء وفل الفل، بس وقت الامتحان بتكون مقلق ومتوتر ونسيت كل المعلومات اللي انت ذاكرتها. رابع سبب قله النوم. قله النوم من اكتر المشاكل اللي ممكن تخليك تنسى، لانه قله النوم بيخلي مودك يتغير، مزاجك يتغير يعني، وبيسبب لك القلق والتوتر، ودول في حد ذاتهم بيخلوك لا عارف تركز ولا عارف تحفظ معلومه جديده، وكمان بتكون ناسي اي حاجه انت عايز تفتكرها. خامس سبب الاكتئاب بيكون ليه علامات مميزه زي الحزن الشديد او الحزن مش مبرر، وكمان انك انت فقدت الاستمتاع بحاجات انت زمان كنت بتستمتع بها لكن حاليا الاستمتاع بها قل ومبقاش ليها لازمه في حياتك. ده من وجهه نظرك. كذلك الامر بيكون النسيان من علامات الاكتئاب او ناتج من الاكتئاب او من الحاجات اللي قلناها من شويه من الاكتئاب، هو ممكن ينتج عنها النسيان، انك بتنسى حاجات كتير. سادس مشكله الادويه. في ادويه معينه بيكون الاثار الجانبيه بتاعتها وهي النسيان، زي مضادات الاكتئاب او الادويه اللي بتعالج الاكتئاب، وكمان الادويه اللي لها علاقه بضغط الدم او المهدئات. الادويه دي كلها بيكون من اثارها الجانبيه انك تنسى، لانها بتسبب الارتخاء او الارتباك، وفي كلا الحالتين لا عارف تركز ولا عارف تحفظ معلومه جديده. وكذلك الامر ده بيسبب لك في النهايه انك انت مش عارف تتذكر اللي انت عايز تتذكره، يعني انت نسيت كل حاجه انت عايز تفتكرها. طب ايه هو العلاج؟ العلاج على حاجتين. الحاجه الاولى انك تتخلص من اي سبب بيسبب لك النسيان، زي مثلا لو بتعاني من الانيميا تروح تاخد الادويه اللي هتزود من معدل الحديد في الجسم، او هتتجه للاكل اللي هيزود لك معدل الحديد في الجسم، ده بعد ما تتاكد بعملت فحوصاتك انك انت عندك الانيميا. او كذلك الامر لو عندك الغده، بعد ما انت عملت برضه تحليل الغده وعرفت انك بتعاني منها، برضه بتروح تاخد الادويه اللي ليها علاقه بالغده، وفي الحاله دي بعد ما تخلص من مشكله الغده على طول النسيان عندك هيبطل. كمان لو بتاخد ادويه معينه ليها اثار جانبيه ومن اثارها الجانبيه دي هو النسيان، تروح ترجع للدكتور الصيدلي او الدكتور المعالج، هو اللي هيخرج لك البديل الامن بدل الدواء ده، هيكون ليه نفس التاثير بس ملهوش الاثار الجانبي اللي هو النسيان. تاني حاجه بقى تبعد عن القلق والتوتر، لان القلق والتوتر دول اساتذه انهم يشتتوك ومش هتعرف تذاكر كويس ولا هتعرف تفتكر اللي انت ذاكرته اصلا، ولا انت في امتحان مش هتعرف تجاوب فيه بطريقه كويسه بسبب ان القلق والتوتر بيشتتوك. تاني حاجه لو بتعاني من الاكتئاب، حاول انك تروح لدكتور نفسي، او لو على الاقل حاول تفضفض مع واحد امين وصاحبك قريب منك ويكون انت واثق فيه. على الاقل انت لازم تخفف اللي جواك عشان تعرف بعدين تعرف تركز في اللي انت معاك، لان من تاثير الاكتئاب على الواحد انه دايما بينسى. ثالث حاجه ممكن تعملها انك ممكن تستخدم النوتس الملونه دي، انك تكتب فيها المعلومه اللي انت عايزها او الحاجه اللي انت عايز تفتكرها بشكل مختصر وتعلقها على اي حيط، او ممكن تستخدمها وتكتب فيها المعلومه وتلزقها في الكتاب اللي انت بتذاكر فيه، عشان بعدين لما بتيجي تذاكر او انت وتعدي وتشوف المعلومه اللي انت لازقها على الحيطه دي تفتكر انت عايز ايه. كمان خلي الحاجات الاساسيه اللي انت بتستخدمها يوميا مكان محدد، يعني مثلا زي السماعه والنظاره او المفاتيح والشاحن بتاعك في اماكن معينه ومحدده كده،
بحيث انك انت تلقائيا عارف انك هتلاقيهم في المكان ده كل يوم. بعد ما تستخدمهم اركنهم دايما في المكان ده عشان تتعود انك هتلاقيهم في المكان ده على طول. كمان انت لو بتذاكر وانت شخص من السهل انك تتشتت، حاول تدور على مكان في البيت هادي جدا بعيد عن الاصوات ومنعزل شويه عشان تقدر تركز في اللي انت بتذاكر فيها، عشان الصوت واللي بيشتتك عامه ده ممكن ياثر على معدل تركيزك، ولما بيأثر على معدل تركيزك مش هتعرف تحفظ كويس، وبالتالي هتنسى على طول اللي انت ذاكرته، مش هتعرف تتذكره كويس. وكمان يفضل انك تذاكر وقت الصبح، لان الصبح بيكون اكتر وقت هادي وتقدر تلم فيه معلومات كتير، بيكون ذهنك متفتح وتقدر تذاكر بشكل كويس. وتنام بالليل زي اي حد طبيعي، وبالتالي المعلومات هتثبت اسرع وافضل في دماغك. طيب هل في فيتامينات معينه او اكلات معينه ممكن تعالج النسيان ده او تحسن من المشكله دي عندك؟ ايوه في، زي الزنك. الزنك اول حاجه ممكن تلاقيه في البيض والاسماك واللحوم الحمراء والتونه والكبده، فهو متوفر جدا في الحاجات دي. تاني حاجه اوميجا 3. الاوميجا 3 بتلاقيها غالبا في الاسماك زي المكاريلو والبلطي والتونه والسردين، فدول هيدوك كميه كويسه من الاوميجا 3. ولو انت مش متاكد انك بتاخد منهم كميه كويسه، ممكن تاخد مكملات اللي تديك الاوميجا 3. ثالث حاجه الحديد. الحديد ممكن تستخدمه لو كنت بتعاني من انيميا، وبرضه بيساعد انه بيحسن من الذاكره. والحديد تلاقيه في السبانخ وفي الكبده وفي اللحمه الحمراء وكمان الفراخ والسبانخ والبنجر. رابع حاجه فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 موجود بشكل كبير جدا في اللحمه وفي تونه وفي البيض وفي الالبان، منتجات الالبان عامه، اي حاجه حيوانيه هتلاقي فيها فيتامين بي 12. خامس حاجه فيتامين يو، ده مهم جدا، وده هتلاقيه في المكسرات وفي السبانخ والبروكلي والكرنب والتونه والاسماك، فهو مصدر متوفر ومهم جدا جدا برضه في حوار النسيان. في النهايه النسيان امر سهل انك تتخلص منه، كل ما عليك في الامر انك تاكل كويس بحيث ان الاكل يوفر لك الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها، يوفر لك يعني التغذيه كويسه، وكمان تبعد عن القلق والتوتر والحاجات اللي ممكن تشتتك وقت ما انت عايز تفتكر معلومه او وقت وانت بتذاكر عشان بس تتخلص خالص من النسيان دي. ودايما عود نفسك ان يكون لك نمط معين في اليوم انك تنام فيه من 7 ل 8 ساعات عشان تقلل من التوتر والقلق، وكمان تكون ريحت جسمك على الاخر. بس كده ده فيديو النهارده. ما تنساش بقى تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه، وكمان اللايك والشير بتوعك والسبسكرايب لاول مره تشوفني. اشوفكم فيديو جديد.